حكيم زياش إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. هل سينتقل بطل أوروبا لموسم 2021 إلى فرنسا؟ هيا بنا، كل هذه الأخبار نزلت كالصاعقة على عشاق اللاعب المغربي بعد عدة مشاكل مع مدرب الفريق غراهام بوتر. فهل سيجتمع ثنائي سود الأطلس مع بعض في فريق واحد في العاصمة الفرنسية باريس، والتحاق زياش بفريق النجوم الباريسية بعدما خسر ثقة فريق تشيلسي؟ ولكن مدرب البلوز يفجرها ويصرح: زياش لاعب مهم بالنسبة لنا. وهذا ما حدث. زياش يعود لتدريبات فريق تشيلسي بعد غياب لأكثر من أسبوع بعد ارتباط اسمه بباريس سان جيرمان. كما ارتبط اسم حكيم زياش بعدة أندية أوروبية، نذكر منها فريق إي سي ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، وفريق ليفربول الإنجليزي. ولكن في الآونة الأخيرة أظهر باريس سان جيرمان رغبته بضم اللاعب المغربي، لكن نادي تشيلسي تلاعب بباريس سان جيرمان ولم يسهل انتقاله إلى غاية قفل سوق الانتقالات الشتوية. فهل سنرى حكيم بقميص العاصمة الفرنسية مستقبلا؟ لا تنسوا مشاركتنا في التعليقات آراءكم.